الضوء القاتل. في ظلمة الليل والسما لابسة وشاح تقيل جدا من الضباب الكثيف، فجأة بيتشق السكون عن مشهد غريب جدا، من مئات الطيور اللي بتقع من السما، وكأن في نداء غامض بيجذبها من السما للأرض. إيه يا ترى النداء ده؟ وفين الحدث ده حصل؟ في قرية صغيرة في شمال الهند اسمها جاتينجا. المشهد ده بيتكرر كل سنة من سبتمبر لأكتوبر. في كل لياليهم الضبابية من الشهور دي، وسط سكون الليل بنلاقي الأرض فجأة بتترج من أصوات ارتطام الطيور. مش نوع واحد ولا اتنين، لا دي أسراب كبيرة جدا، محلية ومهاجرة، بترتطم بأعمدة النور، الشبابيك، البيوت، وحتى كمان بالناس، وكأنها فقدت السيطرة تماما على نفسها. بدأت تفسيرات غريبة وكتيرة جدا وكمان مضطربة حوالين الظاهرة دي، وعلماء الطيور بذلوا مجهود كبير جدا لمحاولة التفسير سلوك الطيور بالشكل ده، ووصلوا إن ممكن احتمال كبير يكون الضباب هو اللي بيخلي الطيور بتتوه وبتتوتر، فبتظن إن أنوار القرية دي هي نجوم في السماء، فبتروح على طول ناحيتها علشان تهتدي بيها، لكنها للأسف بتتفاجئ بالخديعة الكبرى أول ما راسها بترتطم وبتموت. ظاهرة طيور جاتينجا بتعلمنا حاجة مهمة جدا في حياتنا، إن إحنا حوالينا دلوقتي في حياتنا، سواء في الواقع أو في السوشيال ميديا، أنوار كتير بتلمع، ولكنها ممكن تكون خداعة. أول ما هنتبعها رؤوسنا هترتطم، وممكن تفقدنا حياتنا كلها. في أنوار وأعلام حقيقي موجودة، ولكنها ممكن احتمال كبير تكون خادعة وكاذبة، ما بتهديش حد. ظاهرة طيور جاتينجا غريبة جدا، ولكنها تحدث بالفعل.